النهارده هنفطر في بروكلين، هنشوف المكان والاكل والمشروبات والاسعار عامله ازاي. انا جربت حاجات من عنده قبل كده، جربت الكابتشينو وسبانيش لاتيه، وكمان جربت كرواسون روز بيف، كان كويسه. ساعتها مش فاكر الاسعار بصراحه كانت عامله ازاي. الاسبريسو عنده من النوع اللي فيه مراره زياده شويه، بس في الاخر يعني مقبول. المره دي هنجرب الفطار في المكان شيك وظريف، عبارة عن دور من البيوت القديمة والمريحة نفسيا، وأسعارهم تعتبر وسط بالنسبة لباقي الأماكن. طلبنا ساندوتش رول أومليت بيعملوه بحشوات مختلفة، في بسطرمة وتركي أو تشيلي بيف أو ميكس جبن. أنا اخترت تشيلي بيف إضافة ميكس جبن. الساندوتش لوحده عامل 70 جنيه، وإضافة الميكس تشيز عاملة 20 جنيه، فهم هنا مسجلينها في الفاتورة خدمة. وطلبت ساندوتش تشيلي تشيكن، عبارة عن قطع فراخ مقلية مع صوص سويت تشيلي، تقريبا 98 جنيه. ومن المشروبات سبانيش لاتيه وفلات وايت. اسعار المشروبات كويسه، بس زي ما قلت الاسبريسو فيه مراره زياده. لو بتحب المراره دي يبقى الفلات وايت من المشروبات القويه اللي طعم القهوه فيها ظاهر، ولو عايز حاجه طعم قهوه خفيف يبقى حاجه زي الاسبانيش لاتيه، بيبقى اسبريسو ولبن مع لبن مكثف. الاومليت راب كان حلو واحلى من الساندوتش التاني. ميكس الفراخ مش وحش، بس مش ألذ حاجه. كمان هم مسخنين الساندوتش، وده خلى العيش ينشف اكتر من الطبيعي وبقى مزعج بصراحه. في حاجه كمان، الميه هناك اجباري، يعني لو هتقعد تاكل في المكان لازم كل ترابيزه ينزل لها واحد ميه على الفاتوره. لما سالت ليه قالوا لي عشان احنا هنا ما بناخدش خدمه وكده، وهي دي الحاجه اللي بتعوض الخدمه يعني. فقلنا ماشي، الميه اصلا سعرها منطقي 10 جنيه، بس لقيت في الفاتوره بعد كده ضايفين 30 جنيه خدمه صاله، ودول 10% من قيمه الفاتوره. فلما سالتهم قالوا لي لا دي مش خدمه، دي ضريبه. فمش عارف انهي ضريبه اللي بتبقى 10% وكاتبينها ليه خدمه صاله في الفاتوره. المهم الاسعار بالضريبه برضو ما زالت يعني يعتبر في رينج الحاجات المعقوله بالنسبه لباقي الكافيهات في بورسعيد. بس دي تجربه بروكلين، قولوا لنا رايكم في التعليقات. وفي نهايه الفيديو افتكر ان الاكل اذواق، ممكن اللي يعجبني ما يعجبش حضرتك والعكس، والمطاعم مستواها مش ثابت وتقريبا مفيش كواليتي كنترول، عشان كده ممكن تجربتي تختلف عن تجربتك. انا ممكن اجرب مطعم يعجبني الاكل عنده، لكن لما حضرتك تروح تجربه تلاقي الاكل مش حلو، ودي حاجه بتحصل لنا كلنا. ممكن تشتري من مطعم يعجبك اكله، لما تروح تاني تطلب نفس الحاجه من نفس المطعم تلاقي طعم وجوده مختلفين عن المره اللي فاتت. الهدف من فيديوهاتي ان انا انقل التجربه بس، ما بقولكش روح المطعم او ما تروحش، براحتك خالص، دي حاجه ترجع لك وعلى مسؤوليتك، وانا مش كسبان ولا خسران حاجه في الحالتين. خد المحتوى بتاعي على انه فرصه تشوف فيها التجربه الحقيقيه للمطعم عامله ازاي، بعيدا عن الدعايه. اديك بتشوف شكل المكان، شكل الاكل، كميته، الاسعار ونظام المكان. اما الطعم ده ممكن حضرتك اللي تحكم عليه بنفسك. سلام.